السلام عليكم. النهارده جايب لكم احسن تطبيق لمواقيت الصلاه. التطبيق ده فيه اصوات للاذان، تطبيق بيحدد لك مكان القبله، ومش بس كده، لو نزلت النوتيفيكيشن بعد ما تفعلها هتلاقي وقت كل صلاه وفيه تايمر بيقول لك فاضل على الصلاه الجايه قد ايه. وكمان لو فتحت التطبيق هيقول لك فاضل قد ايه على صلاه القيام. ومش بس كده، هتلاقي برضه يوم الجمعه بيظهر يوم الجمعه. خلينا نشرح التطبيق واحده واحده، بس الاول حط لايك واشترك في القناه وشارك الفيديو مع اصحابك. ونبدأ بأول حاجة اللي هي القبلة. زي ما قلت تقدر تحدد القبلة كده تجاه المسجد الحرام، هي 0 درجة من جوه التطبيق. زي ما انتوا شايفين احنا كده ظبطناها. تاني حاجة بقى في الصلوات هو ميزة التخصيص. انت لو دخلت مثلا على صلاة الفجر او صلاة الظهر، انت تقدر تحدد نوع الاذان، وليكن اذان ناصر القطامي. لو عايزين شيخ غيره هندوس على علامة البلس وندوس تحميل، هتلاقي مختلف الشيوخ اذان والفجر. يعني بصوا كل دول شيوخ. وكمان في ميزة جميلة جدا ان هو بينبهك قبل الصلاة ب10 دقايق، طبعا مع نوع التنبيه سواء صوت او اهتزاز، والنغمة بتاعت الاشعار. ولو انت عايز تخصص نغمة بتفعل الخيار ده، بس انا طبعا مكتفي بدول. وكمان هتلاقي شوية اعدادات تانية تناسبك انت اللي بتختارها. ومن هنا برضو على طول تقدر تخش على الصلوات او المواقيت التانية بنفس الطريقة بنفس كل حاجة. وده تاني حاجة. ولو دخلت على كلمة هجري هتلاقي التاريخ الهجري والايام بتاع صيام ايام البيض، اللي هو اليوم الاول والتاني والتالت، اللي هو يوم 4 نوفمبر و5 نوفمبر 6 نوفمبر بتاريخ الفيديو. نيجي بقى لجزء الاجندة، والجزء ده مميز جدا حرفيا. انت دلوقتي لو انت قررت تصوم ممكن تعمل السحور قبل الفجر ب 40 دقيقة، بغض النظر ان المواقيت كلها بتتغير كل يوم على حسب احنا في انهي يوم من السنه. فانت لو فعلت الاشعار هيقول لك فاضل 8 ساعات و4 دقائق متبقيه، تمام؟ يعني هو هيرن الساعه 4 و11 دقيقه. بناء على كده فالفجر بيأذن على الساعه 4 و51. ونيجي بقى لكلمه المزيد. لو دوسنا على المزيد هنلاقي الاعدادات والويدجت والمساعده ووضع الصامت والمواقع والمسجد. المسجد ده بيقول لك اقرب مسجد حواليك، تمام؟ لازم تكون مفعل اللوكيشن. عندك الاعدادات وعندك الويدجت، دي مميزه جدا. الويدجت اللي هي الحاجات الملحقات اللي بتظهر على الخلفيه او في الاشعارات. طبعا اهو شريط الاشعارات زي ما احنا ذكرناه، لو عرض على شريط الاشعارات طبعا انا مفعلها اهو فوق، تمام؟ تقدر تختار النمط سواء النمط 1 أو 2. يعني انتوا شفتوا النمط الاول، لو بصيتوا على النمط التاني اتغير، لو بصينا على النمط التالت طبعا هيتغير برضو. انا من وجهة نظري احسن نمط هو النمط الاول علشان تشوف كل مواقيت الصلاة. لو دوست استخدام عرض موسع هتلاقي الاشعار كبر، انا مكتفي بالصغير. في المؤقت ده اللي هو بيقول لك فاضل قد ايه. وهنا شكل الخلفية بتاعت النوتيفيكيشن، انا اخترت الوضع ده اللي هو السوليد. وهنا اللون، دي شوية تفصيلات زيادة. بالنسبة لعلامة القفل فده الإصدار البرو منه، ولكن لا تقلق لأن هو البرنامج كافي جدا من غيره. بس لو عايز تشترك ده شيء يرجع لك. لو رجعنا نبص على باقي الحاجات، اللوكيشن ده وانت بتظبط مواقيت الصلاة. وضع الصامت تلقائيا ده لو انت مثلا دخلت مسجد ومش عايز التطبيق يرن او حاجة، فانت بتظبط ان هو يبقى متناسب مع وقت الصلاة. ده شيء طبعا يرجع لك، وانت ممكن برضو تبص فيه اكتر لو انا المعلومة مش دقيقة قوي في الجزء ده، بس تقدر تستكشف. لو دخلت على الاعدادات العامة هتلاقي الاشعارات واللغة والنظام وكل شيء تقدر تستكشف اكتر. وبس كده يا شباب، كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى يكون عجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتشاركوا الفيديو مع صحابكم عشان يستفادوا وتاخدوا الثواب. وسلام. وبس، وده فيديو سريع يستحق اللايك. سلام.